دمشق. كل اللي سكنوا فيه ما كملوش غير كام يوم بس. في منهم اللي جاله صرع، ومنهم اللي اتصاب بالجنون، وفي منهم اللي ما طلعش من البيت نهائي. بيت الجسر الأبيض، أو زي ما بيسموه بيت الأبرش. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأبواب المغلقة. جايبه لكم قصة مرعبة عن بيت في دمشق يعرف باسم بيت الأبرش. أول حاجة تتقال عنه إن لما سيرته بتيجي إن أنت لو جيت تدخله في مرة أو حتى تسكن فيه وسمعت صوت مامتك بينادي عليك، اوعى ترد عليها أو حتى تبص وراك، عشان دي مش صوتها ولا دي مامتك أصلا. ودي كانت نصيحة الجيران لأي حد كان بيسكن في البيت. بس في الأول كده تعالى نحكي شوية عن البيت قبل ما أحكي لكم القصص والحاجات الغريبة اللي حصلت فيه. البيت عبارة عن دورين زي فيلا قديمة كده، موجود في شارع ابن المقدم في الجسر الأبيض، تحديدا قصاد جامع الجسر الموجود في دمشق. الحيطان بتاعته قديمة حبتين وتوحي بالغموض، واي حد بيشوفه من بره بيحس ان البيت ده كانه طالع من فيلم رعب. اللي يلفت النظر ان البيت فضل فاضي 20 سنه كامله محدش سكن فيه، مع ان الموقع بتاعه في نص العاصمه، موقع متميز جدا. وده بسبب ان كل السكان اللي جم يسكنوا فيه ما كملوش يوم، يومين، 3 بالكتير. في منهم اللي جاله صرع، ومنهم اللي اتصاب بالجنون، ومنهم اللي ما خرجوش من البيت نهائي. الغريب ان كل اللي سكنوا فيه بيسيبوه بسرعه بعد فتره قصيره. كان في اسرار غريبه حصلت في البيت، زي اللي كانوا شغالين في تجديد البيت. وفي حالات صرع واشياء غير طبيعيه حصلت للعيله اللي سكنت فيه. الناس اللي مروا بالبيت كانوا بيلاقوا أصوات ومشاهدات غريبة، المية تقطع بدون وجه سبب واضح. التحقت فرقة بحث روسية بالبيت عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط، لكن اكتشفوا أن الأمر ما هو إلا أكثر رعبا وغموضا. أحد أعضاء الفريق انتحر، والتاني أصابه صرع، وفضل البيت مهجور بعد كده لفترة طويلة. في سنة 2003 جت عيلة عراقية وسكنت في البيت ده. الجيران كانوا بيقولوا إن في أول يوم العيلة دخلت في البيت وناموا فيه، ابنهم الكبير والوحيد مات بلا سبب. ده خلى العيلة تخاف من البيت وتطلع منه وتسيب المنطقة خالص. نطلع فاصل وأكمل لكم باقي الحكاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل مع بعض. جت 3 مدرسات استأجروا البيت، سكنوا فيه لمدة 3 أو 4 أيام بس، لأن كل مرة بيقعدوا فيها بتحصل حاجات غريبة جدا، زي أسنانهم تقع من غير سبب، يبقى فيه نزيف مستمر، أحلام مرعبة كل ليلة. بعد كده جه لواحدة منهم وصاحبتها صرع، وبدأت الحوادث تكتر مع أي حد يجي يسكن في البيت. الناس في المنطقة سمعت الكلام وقرروا يجيبوا شيوخ يتجولوا جوه البيت ويشوفوا ايه اللي بيحصل فيه. بس لما دخلوا البيت خرجوا بسرعة جدا وبينوا انهم غضبانين، وقالوا للناس محدش يسكن في البيت وبعدوا عنه. المشكلة بدأت تتكرر عدة مرات. كان في واحد دكتور قرر يسكن في البيت، لكن ما كملش اكتر من شهر حصلت له حوادث مرعبة، زي أصوات عالية، نور يقطع يطفي وينور لوحده. مع الوقت حصلت حاجات غريبة،
لأي حد جاي يسكن في البيت، وكان البيت معروف بحكاياته المرعبة. الكلام انتشر والناس بتحكي قصص مخيفة عن البيت. في ناس كتير بتقول إن الأرض اللي مبني عليها البيت دي تراب، وعيلة الأبرش ما كانوش يعرفوا وبنوا البيت بتاعهم عليه. وفي برضه كلام تاني بيتقال إن الأرض اللي تحت البيت دي قبر لولي من أولياء الله كانوا عايشين زمان اسمه الأبرش. العيلة دي طمعت في الأرض عشان تبني عليها البيت وهو مدفون تحته. والسبب اللي خلى النظرية دي تنتشر وناس كتير تصدقها إن منطقة البيت في عندها تراب لمشايخ كتير وأولياء. في مجموعة من الناس بتقول إن البيت ده معمول له عمل عشان يعني محدش يسكن فيه، لكن أصحاب المكاتب العقارية اللي موجودين هناك قالوا إن الإشاعة دي طلعها واحد سمسار كان عايز يشتري البيت، بس الورثة غلوا عليه السعر جدا، فقرر إن هو ينتقم منهم وطلع الإشاعة دي علشان يعني محدش يروح يسكن في البيت. ناس تانية بتقول إن الحكاية دي كلها كذب وإشاعات، والبيت عادي جدا ومفيش فيه حاجة، بس الغريب اللي بيسكن فيه بيعاني من أشياء مرعبة ناس كتير مش عايزة تقرب له عشان تبعد عن المصيبة. في النهاية محدش عارف هو البيت ملعون ولا فيه أسرار، والحقيقة ما زالت مخفية. الأهم إن الناس بقت بتخاف ومحدش بيجرب حظه ويسكن فيه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأبواب المغلقة.